السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة يلا نبدأ حلقتنا. زي ما انتوا شايفين بقى، احنا لسه كده صاحيين، الشمس جميلة في الشباك اهو. نضفنا السراير وضبناها، فتحنا بقى نهوي كده، ندخل الشمس والجو الجميل. داخلين بقى على الشتاء، مش هنلاقي الشمس الحلوة دي بعد كده، نادر لما هنلاقيها. هنا بقى بوريكم اهو، انا منضفه السراير بقى ومروقاها كده، عاملاها على الشعره يعني على رأي المثل. زي ما انتوا شايفين، سبحان الله، لما بتيجي كده تنضف السرير اول ما بتصحى او ترتبه، بتحس براحه نفسيه طول اليوم رهيبه. بالذات لما بتفضل رايح جاي قدام السراير اللي انت بتنام عليها وكده. انا مني واحده ما بحبش قعده السراير، يعني انا اخش على السرير انام على طول. في ناس بتحب كده تقعد قدام التلفزيون على السراير، انا غير كده، انا احب اقعد في الصاله كده وقدام التلفزيون. هنا بقى كنا دخلنا نحضر الفطار، زي ما انتوا شايفين بقى، البيض المقلي والفول بقى بالزيت والليمون والمربى والبيض المسلوق. هنا بقى كنا خلصنا فطارنا وشطبنا مطبخنا، قلنا بقى اما نطلع نتشمس على السطح حبه. زي ما انتوا شايفين، ده السطح بتاعنا اهو. انا بوريكم كل حاجه من اولها لاخرها. دي بقى الصباره بتاعتي. الصباره دي عندي بصراحه من زمان قوي قوي، بقى لها كام سنه عندي. وكده ما شاء الله طلعت كتير يعني. وبوريكم اهو، عماله الف لكم جنبها بردك زرعه صبار. دي كانت معاها، بس انا شلتها حطيتها وكده. هنا بقى قلنا نقف على السور كده، نشوف كده العصافير كده ونتشمس حبه. زي ما انتوا شايفين، الناس كلها لسه يعني ما صحيتش الصبح بدري. نزلت بقى وكده، قلت اعمل لهم النهارده. قلت امبارح كنا بقى عاملين خضار وكده، قلنا النهارده نغير نسلك اي حاجه. النهارده بعت ابني جاب لي طماطم، وجاب لي عدس بجبه وجاب لي رز. هعمل ان شاء الله كشري مصري النهارده. زي ما انتوا شايفين، هنا بقى انا نقيت العدس وكده. هنا بقى حله اهي فيها زيت، انا بوريكم ان انا حاطه فيها زيت. هنزل عليها بالمكرونه الاسباجيتي اللي انا بكسرها واحطها في الاول. في ناس حابه ان هي تحط المكرونه سباكيتي تحط، حابه ان هي تحط شعريه رز تحط. انا مني واحده بحب احط المكرونه، بحب طعمها مع الرز قوي. وكده. هنا بقى اهو حطيت، كنت غاسله العدس وغاسله الرز وكده، حطيتهم على الشعريه بعد ما اتشوحت وادت اللون الذهبي لون العدس. هنا بقى هبتدي ان انا اقلبهم. هقلبهم كويس لغايه لما يتشربوا الميه وكده. هنا بقى كنت ولعت عليه ونزلت على العدس والكشري بالميه وغطيت عليه يستوي مع نفسه. هنا بقى كنت مقطعه بصل اهو هقليه. طبعا البصل ده انا عطياله سنه تعفير الدقيق كده، ومقلباهم في بعض وعليهم نقطتين ميه صغيرين او ربع كوبايه ميه. وقلبتهم في الدقيق حلو. البصل بعد ما قطعته حلقات، حطيته بقى في الزيت يتحمر معايا يتقلي معايا البصل. هنا بقى العدس كان اهو، الكشري كان قرب يستوي معايا. دي بقى ميه حطها للمكرونه بتغلي. هبتدي ان انا انزل معاها على المكرونه. هنا بقى كان البصل معايا، شايفين بقى البصل وجماله بتاع الكشري كده، لونه ذهبي ومتكرمل ما شاء الله. بحب البصل بتاع الكشري ده قوي يا جماعه، بحسه كده طعمه مسكر، بيبقى طعمه جميل قوي ما شاء الله. طبعا بقى انا هنا حطيت المكرونه اتسلقت معايا اهو، كانت جهزت معايا. ودي بقى الطماطم. طبعا انا وريتكم طريقه الكشري قبل كده، ومورياكم الطماطم بتاعته بعملها ازاي. طبعا بحط 4 فصوص توم، يعني بدقهم وانزل عليهم بالطماطم وكده لغايه ما يتسبكوا معايا وتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى كان الكشري خلص معايا، وادي الطماطم وجمالها والبصل المكرمل وجماله. طبعا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. بحبكم في الله. وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. زي ما انتم شايفين الكشري اهو جماله، ولا احسنها مطعم بقى، وكمان طبق كشري كمالة كده يفتح النفس كمان معاهم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.